في مشهد نضالي حافل وتأكيدا لمكانته التنظيمية وقدرته على الاستمرار في قيادة الحزب إقليميا في المرحلة المقبلة، جدد اتحادي إقليم سيدي قاسم الثقة في الأستاذ رشدي جبارة ككاتب إقليمي لحزب الوردة للولاية الثالثة على التوالي. جرى ذلك في المؤتمر الإقليمي الرابع لحزب عبد الرحيم بوعبيد، والذي نظم تحت شعار نضال مستمر من أجل تنمية مجالية عادلة ومنصفة بالإقليم. أشغال المؤتمر الذي احتضنته قاعة زليخة بمشرع بالقصيري وترأسه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، حضره مئات المناضلين والمناضلات من مختلف جماعات الإقليم 29، مؤكدين تشبثهم بقيم الحزب وافتخارهم بتاريخه النضالي المتجدر، إلى جانب حضور نوعي ضم عدد من الوجوه الاتحادية التي ناضلت في مراحل سابقة داخل إقليم سيدي قاسم وأخرى شابة، كتأكيد على أن حزب اليوسفي واليازغي لا يزال قادرا على التجدد والانغراس في عمق المجتمع. كما شكل الحضور القوي للنساء الاتحاديات دعامة رمزية تؤكد موقعهن داخل هذا الحزب ذو التوجه الاشتراكي الديمقراطي. هذه المحطة الديمقراطية بإقليم سيدي قاسم شكلت فرصة دعت فيها القيادة الوطنية والإقليمية كافة المناضلين والمناضلات إلى توحيد الصف واستنهاض كافة الطاقات الاتحادية من أجل استعادة الريادة تنظيميا وسياسيا بالإقليم، مؤكدة على أن هذا العرس النضالي عقد في ظرفية وطنية ودولية دقيقة وفي سياق سياسي وتنموي يستدعي من الجميع تجديد الرؤية وضخ دماء في شرايين هياكل الحزب كافة الفروع الحزبية الممتدة بالجماعات الترابية بإقليم سيدي قاسم. بهذا المشهد أعاد المؤتمر الإقليمي الرابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سيدي قاسم التأكيد على أن الحزب برموزه التاريخية وطاقاته الشابة لا يزال قادرا على الانغراس في عمق المجتمع المحلي، وأن مساره النضالي مستمر في خدمة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بطبيعة الحال الواحد ملي تيكون وصل واحد السن وقضى واحد المدة طويلة في النضال، تجي واحد اللحظة ديال التفكير في الراحة وهذه. لكن الإخوان بالإلحاح ديالهم وهذه، لأن ما كذبش عليك كان الهدف ديالي هو نوصل هذه المحطة ونخفف عليه الثقل شويه، لكن الاخوان ما داروا ما رفضتش، لان محطه مهمه اللي تنتظرنا كبير بزاف. حنا اقليم كبير و29 جماعه وهذا الاقليم معروف بعده اختلالات، سواء على المستوى الانتخابي، على مستوى توزيع الثروات. كاين مجموعه ديال هذه، والحزب خصو يبذل مجهود كبير ويوسع التنظيم ديالو، وتوسيع التنظيم تيطلب مجهود كبير، ونحاولوا ان شاء الله باش نديروا الجهد ديالنا. هذا هو الهدف ديالنا حنايا اللي نوصلوا ليه، هو تقريبا تكون عندنا كل جماعه بفرع، باش نكونوا قراب من المشاكل اللي تعيشها المواطن، وقراب من ويمكننا نفكروا في الحلول بالتنسيق مع التنظيمات المحليه. كما لاحظتوا اليوم كان عندنا افتتاح جلسه الافتتاح هذا المؤتمر اللي درناه اليوم بالقصيري، وفي الحقيقه كما لاحظتم راكم شفتوا الاحداث وشفتوا جميع النقاط أو الأمور التي مرت خلال هذه الجلسة، واللي في الحقيقة كان عرس، ما كانش حفل افتتاح بكثر من أنه كان عرس نضالي انخرط فيه الجميع، مناضلات ومناضلون اللي كانوا كلهم يهتفون بشعار واحد وكلمة واحدة هدفها التضامن والانخراط في المسلسل الديمقراطي المقبل، المسلسل السياسي المقبل، في الانخراط في المحطات السياسية المقبلة، الانخراط في ما نادى به صاحب الجلالة نصره الله في خطاب العرش الأخير، والذي نادى من خلاله كل المواطنات والمواطنين للعب الأدوار المنوطة بهم كل من موقعه. اليوم الاتحاد الاشتراكي في بالقصيري
والمناسبة ديال المؤتمر الرابع للإقليم أبان الاتحاديات والاتحاديون على علو كعبهم، وأبانوا على انخراطهم في هذا المسلسل اللي نادى به صاحب الجلالة ونادى به الكاتب الأول الأخ إدريس الشقر اليوم في الكلمة ديالو اللي كانت كلها إشارات وتفاؤل، وكلها وانتم راكم لاحظتوا الإخوان الدينامية اللي تعيشها حزب الاتحاد الاشتراكي خلال هذه المدة الأخيرة، والتي قام الأخ إدريس الشقر الكاتب الأول والإخوان أعضاء المكتب السياسي تقريبا بزيارة أكثر من 70 أو 80% من أقاليم هذه المملكة. ولاحظتم بأن في أكثر من 90% من هذه اللقاءات كانت لقاءات ناجحة، كانت لقاءات تواصلية عبر فيها كل الاتحاديين والاتحاديات على أهمية الانخراط في هذه المرحلة الصعبة لبلادنا، هذه المرحلة نحو الديمقراطية، نحو مغرب الغد، نحو مغرب جديد نادى به صاحب الجلالة، بحيث أن ما بقاش عندنا اليوم الحق باش يمشيو المسؤولين ديالنا السياسيين بسرعتين، السرعة تاهم وانتم الإشارات راها واضحة أن المناطق اللي عندها البنية التحتية والمدن الكبيرة والمدن التي تحظى بقيمة وأهمية والمناطق الأخرى المهمشة ديال العالم القروي وديال الجبال. إذن اليوم صاحب الجلالة نادى على كل المغربيات والمغاربة باش ينوضوا كما كانت الألوان السياسية. ما تنقولوش حنايا الاتحاد الاشتراكي، فعلا الاتحاد الاشتراكي كحزب وطني عتيد له تاريخ وله دور سيلعبه كامل، سيقوم بكامل الأدوار ديالو، ولكن حتى الأحزاب الأخرى يجب عليها أن تنخرط وأن تساهم في هذا المسلسل وبأريحية وبروح ديال 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 النضال وروح المحبة للوطن. راه اللي تيبغي وطنه لا بد ما يديرش الحاجه اللي غتضر الوطن، وباش يمكن لك تكون تخدم الوطن ديالك خاصك تخدم المواطنين ديال الوطن. اذا هذه سلسله، الا كنتي فيك شويه ديال الوطنيه وكنتي مغربي حر خاصك تخدم المواطنين باخلاص، وبهذا ستخدم الوطن، وهذا ما نادى به صاحب الجلاله ونحن وراءه في كل التوجهات ديالو.